والاتحاد قمة عربية نارية في كأس العالم للأندية. مبدئيًا كده هنلاعب فريق الاتحاد متدلّع ومتدعّم من الصندوق السعودي، جمهور بيعيش حالة بقى من الفرحة والسعادة عنوانها طبعًا التقبُّل، كان بيقابل بينادي على الأهلي المصري بعد ما كسب أوكلاند سيتي 3-0 في حين إن هو كان بيلعب آخر مباراة في الدوري ملبوب 3 من ضمك وكانش شايف قدّامه. نقدر نعيّشهم حالة الصدمة لمّا ينزلوا الملعب ويتصدموا ويحصل لهم زي ما حصل لعبد الشكور ويتلبّوا 4 وبعدين بقى نبدأ نسمع نداءات الاستغاثة ونبي الستر، ومن دلوقتي مش عايزين نسمع ارحمونا يرحمكم الله، ما تضيّعوش علينا دايمًا فرحة الفوز والانتصار. مبدئيًا كده هنلاعب فريق على المستوى المحلي لعب 16 مباراة كسب 8 مباريات، اتهزم في 4 واتعادل في 4، معدل أهدافه 31 هدف، عنده خط هجوم قوي، استقبل 18 هدف يعني نسبة 58%، يعني عنده خط دفاع يعني تقدر تقول بيستقبل هدف كل مباراة أو هدف وفَكّة يعني. الأهلي على المستوى المحلي إحنا تاني الدوري، لعبنا 6 مباريات، سجلنا 12 هدف واستقبلنا 4 أهداف، نتمنى إن شاء الله في المباراة ديّة لعيبة الأهلي يكون عندها السيطرة الميدانية، معدل أعمارنا قليل، مباراة يحسمها تفاصيل صغيرة جدًا، إن أنت تستقبل هدف مش عايزين نشوفه، إن أنت تسجل هدف مبكر في الخصم هيربك حساباته، بيلعب أرضه وسط جمهوره، يقدر يشكّل عليه ضغط كبير جدًا لمّا يبدأ يستقبل أهداف ما يبقاش شايف قدّامه، فبالتالي هيبدأ يهاجم اللعيبة بتاعته، ومش هيبقى حابب إن هو يخسر من أهلي مصر. زي ما بنقول لعيبة الأهلي تنزل رجالة، عارفين إن لعيبة الأهلي في المباريات الكبيرة دي بتظهر، عم كولر لازم يكون مذاكر كويس جدًا وحافظ كويس جدًا ويعمل تغييراته بدري وما يتأخرش، هو في كأس العالم هيبقى فايق ورايق إن شاء الله. لعيبة الأهلي نتمنى إن أنصاف الفرص ما تضيعش، ارحمونا قدّام المرمى، إحنا بقى لنا فترة كبيرة جدًا بيلازمنا سوء توفيق، أهداف يعني بنروح يعني أي واحد لو ماشي في الشارع هيدخّل جون، لكن بقى لنا فترة مش راضية تخش، فنتمنى إن شاء الله المشكلة دي تتحل قدّام اتحاد جدة ونبدأ نستعيد سكة الانتصارات، لأن سكة التعادلات مصيبة بالنسبة لنا وأم الكوارث، فعايزين نخرج منها قدّام اتحاد جدة ونكسب ونفرّح جمهورنا يبقى قاعد في قلب الاستاد متدلّع ويدلّع، متدلّع ويتدلّع، هنسمع بقى أغاني وزوجات يعني تبقى جميلة جدًا بالنسبة لنا. نتمنى إن شاء الله لعيبة الأهلي تاخد المباراة ديّة، مباراة مهمة جدًا، مباراة على المستوى الجماهيري مهمة وتحل لك مشاكل كتيرة جدًا أنت بتقابلها الفترة الأخيرة، فنتمنى إن شاء الله يكون التوفيق من نصيب لعيبة الأهلي، ولو الأهلي فايق ما حدش هيقف قدامه، لو جبت الهلال والنصر والاتحاد مع بعض يقابلوا لأ ما تفرقش معانا، فنتمنى إن شاء الله لعيبة الأهلي تكون فايقة ورايقة وتسعد جمهورها.